خبر يفرح كل بيت مصري وناس كتير مستنياه. خلاص كل اللي نفسه يشتري حاجة هيشتريها من غير ما يقلق من الأسعار. شركة الأبحاث العالمية فيتشر سوليوشنز قالت إن دخل الأسرة المصرية المتاح للاستهلاك هيزيد من 228 ألف جنيه دلوقتي ل 306 ألف جنيه في 2029، يعني معدل نمو سنوي حوالي 14.6%. مش بس كده، التضخم هينزل شوية ل 9.1%، وده معناه إن الاستهلاك الحقيقي هيزيد حوالي 8.1% كل سنة، ويخلي مستوى المعيشة أعلى ب 62% مقارنة بقبل 2020. يعني الطلب على الأجهزة المنزلية والتكنولوجية هيتضاعف، والأسرة هتحس بتحسن واضح في حياتها اليومية. فيتش قالت إن الزيادة دي جاية مع زيادة الاستثمار وتحسن الصادرات واستقرار الجنيه المصري، وكمان ارتفاع تدريجي لإيرادات قناة السويس. كمان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد إن النمو ده مش مؤقت، الاقتصاد دلوقتي قائم على إنتاجية حقيقية ومش مرتبط بصفقات أو أموال مؤقتة، ده اقتصاد بيتطور يوم بعد يوم. يعني واضح كده إن بشاير 2026 ظهرت من دلوقتي.